طالع ياكل بس. حامد طالع ياكل معايا ما بيعملش حاجه تانيه بس بيشجعني والله. النهارده عندنا تجربه جديده في مكان جديد، علم من الاعلام بتاعه الحواوشي واللحمه. ده جزار وبيبيع حواوشي وبيبيع ستيك وبيبيع طواجن وبيبيع حاجات بميكس لحمه. اغلب الحاجات بتاعته لحمه ضاني، ومكانه في امبابه، وهو حواوشي ربيع. النهارده التجربه دي هيشاركنا فيها حامد صديقي الداعم، ومعانا عضو جديد في الفرقه سيد محمد حسني مدير التصوير. خلينا نروح نشوف المكان والاكل كان عامل ازاي. انا جعان بسرعه. ونتقابل بعد ما نخلص التجربه. وصلنا المكان والاجواء كانت جميله جدا، وطلعنا قعدنا في الدور اللي فوق وقعدنا نتناقش ايه اللي احنا ممكن نطلبه، وبعدين طلبنا اساسي طبعا حواوشي. وكان الحواوشي شكله مغري من جوه، وبصراحة يعني كنت متشوق جدا ان انا اكله. بعد كده طلبنا معاها كمان ستيك، واتفاجئنا كنا متخيلين ان الستيك هيبقى زي الستيك اللي احنا عارفينه يعني، بس هي في الاخر طلعت لحمة مشوية على الجريل، يعني لوكا لايك ستيك. ووصل كمان طاجن سجق بالمكرونة، وكان بصراحة شكله مغري جدا 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 يعني. طبعا ده نص رغيف، ده جبت النص الثاني قبل التصوير اللي كنت جعان جدا. لقينا ان الحواوشي هنا تلاقي عليه طبقه دهن دي، فغالبا هو مستخدم ليا او لحم خرفان. هو مشطشط شويه، حاطط فيه شويه فلفل، بس التيست بتاعه حلو يعني، لحمه بجد محترمه، مش حاجه ثانيه يعني. ولقينا عنده اصناف ثانيه قلنا ان احنا نجربها. لقينا عنده الستيك، وهو ستيك ملوش دعوه بالستيك اللي احنا متعودين عليه، بس نقدر نقول ان هي لحمه مقطعه شرايح بشكل كويس ومعموله على الجريل، وبرده شكلها بيقول ان هي لحمه نظيفه. اخترنا الطاجن ده من ضمن الطواجن بتاعه المكرونه. طبعا احنا كنا جعانين فاكلنا منه برده الاول، بس هتلاقي هنا ان احنا عندنا هو متغطي بالسجق وجواه المكرونه، وتغرف كده وتتكل على الله على طول. الصلصه هي اللي عامله ده. بص هو مش مستخدم صلصه اللي هي علب الصلصه، هو مستخدم بالظبط يعني، حتى بقيه الطماطم موجوده. هو عامل ميكس ما بين الصلصه وما بين الطماطم. السجق بتاعه اعتقد ان هو برده شويه مش هيكون مجمد، هو احتمال كبير يبقى طبيعي. التخفيف بتاعته في الطحينه هو لسه هنروح للطحينه، بس هو فعلا السجق بتاعه نوعا ما هو لحمه يعني، مش حاجه اللي هو ايه يلا لحمه مجمده او اي حاجه او محطوط جواها اللي هي دهون اللحوم وخلاص. الستيك بقى لسه ما دقتوش بصراحه، احنا ممكن ندوقه سوا. خلينا ندوق الاول لوحده. بص هو الستيك لحم ضاني صرف، وباين فيه ريحه الضاني. اللي ما بتحبش اللحمه الضاني مش هيعجبها خالص. الناس اللي بتحب اللحمه الضاني هيلاقوا قطعه لحمه لطيفه مشويه بشكل محترم، هي رفيعه بس طريه، مش ناشفه، وفي نفس الوقت التيست بتاعها جميل، كانك شويه شاوي في البيت بس على رواقه على نار هاديه. هو غالبا ده مشوي جريل فما فيهوش الريحه بتاعت الفحم، لكن هو توتالي حلو جدا. الطحينه بقى طلع ياكل بس. حامد طلع ياكل معايا ما بيعملش حاجه تانيه بس بيشجعني والله. الطحينه بقى دي لأول
مره ممكن تروح تاكل طحينه وتلاقي طعم مختلف عن الطحينه بتاعت اي محل. هي مش بس حلوه وماسكه نفسها، لا هي فيها بهارات او تيستي معين، وانا اتوقع انه ممكن يكون مدخل فيها جزء بتنجان كده، فاهم؟ هي جايه على حرف البابا غنوج، بس هي فعليا هي طحينه، بس فعلا التيست بتاعها جميل جدا. رحلة النزول، خلي بالكم انتوا طالعين وانتوا نازلين في مطب في السكة كده. ايوه هو ده المطب. الحتة دي بقى ايه، انا طلع خبطت فيها بس لقيتها طرية. فين بقى الحاسب؟ بره؟ هي دي الجزارة. تحفة. موضوع كبير جدا هنا. تعالى يا عم. نروح نحاسب بقى ونشوف الموضوع ده.